الخير يلي معانا يلي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا الكروان غنى وصحانا والشمس هي طالعة وضحاها. يا صباح الهنا والخير والسعادة، يومكم حلو ومليان خير وبركة يا رب، اللهم امين. وحشتني كتير كتير. يوم جديد وروتين جديد النهاردة. النهاردة بقى يعني روتين، بس مش هنروق بقى وتنظيفات وكده. بصراحة قلت بقى لي فترة كده نفسي في أكلة بحبها جدا بعشقها، فقلت بقى ايه، يلا مش مشكلة نضحي النهاردة ونعمل الأكلة دي. سهلة وبسيطة مش مكلفة خالص، وان شاء الله هتعجبكم. انا شخصيا بحبها وبموت فيها. انا عايزاكم بقى تكتبولي في التعليقات مين بيحب الاكلة دي. انا اسمي فاطمة. لو انت اول مرة تشوفيني، دي القناة بتاعتي، اتمنى تشتركي فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واهم حاجة ما تنسونيش في اللايك وتعليق حلو كده، قمر زيكم يكبر الخاطر. ربنا يكبر بخاطركم يا رب، اللهم امين. شفتوا بقى السما صافية والشمس طالعة والجو جميل ازاي. بحب اقعد اتأمل في السما لما بتبقى حلوة وصافية كده بصراحة. كانت الساعة كام؟ كان حوالي الساعة 8 الصبح كده. الجو حلو جدا والشمس طالعة والسما صافية وجميلة. فربنا يجعل ايامنا كلها صافية وجميلة وحلوة، ويرزقنا الخير وراحة البال يا رب، اللهم امين. يلا بقى نبتدي مع بعض الفيديو ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. كان عندي بقى كده شوية فلفل رومي في التلاجة، قلت اجيبهم بقى ايه، اقطعهم معايا كده عشان خاطر خسارة يعني اللي هم يبوظوا. الواحد دلوقتي على قد ما بيقدر بيحاول ان هو يحافظ على الحاجة، لان الحاجة ما بقتش رخيصة، الحاجة غالية، وكمان حرام ان احنا نرمي اكل او حاجة. جبتهم بقى كده ونضفتهم، وجبت قرنين من الفلفل الحامي، وجبت بقى كام بصلاية كده، 6 بصلات كبار كده متوسطين حلوين، وقشرتهم بقى وهبتدي اغسلهم غسلة حلوة كده علشان التراب والحاجة اللي فيها دي. عايزه اقولك كل ما بتصحي بدري تخلصي بدري احسن بكتير من الصحيان متاخر وتبقي ملخومه، عايزه احضر غدا ورايا غسيل ورايا بيبقى وراكي كذا حاجه، وتحسي ان الوقت قصير جدا ومفيش وقت انك تعملي الحاجات دي كلها. بس غسلتهم بقى غسله حلوه كده. هبتدي بقى ان انا اخرط ايه البصل. عايزه اقول لكم البصل حامي جدا، بقيت واقفه طول ما انا اعيط اعيط اعيط، بس حلو طبعا بينضف العين. سكينه تكون حاميه معاكي كده عشان تقطعي وتخلصي على طول. كنت عايزة بقى اقولك على شوية حاجات كده بتدمر شخصية الاطفال. يعني كام حاجة كده احنا ما نعملهاش مع اولادنا عشان خاطر نطلع شخصية سوية كده، ونطلع شخصيات آه، كويسة، مش معقدة، ما عندهاش عقد نفسية والحاجات دي كلها. هنا بقى جبت الحلة سخنتها حلو قوي على النار، ونزلت الاول باللحمة ومعلقة خل كده. طب الخل مش هيغير طعمها خالص ولا هيبقى فيه ريحة خل اساسا. طب ليه انا بحطها؟ علشان خاطر مكان ايد بقى الجزر. واحنا عارفين طبعا ان اللحمة المفرومة بتتغسلش في معلقة الخل دي، كتأكيد كده نظافة. بس نزلت بيها الاول وغيرت لون زي ما انتم ما شفتوا معايا كده. حطيت بقى كده 3 مكعبات من الزبدة، وابتديت بقى انزل ايه البصل. اللحمة دي كميتها معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هتحطي عليها نص كيلو بصل مع ربع كيلو فلفل كده عشان الكمية بتاعتك تكتر وتبقى حلوة. طبعا في الظروف الغالية اللي احنا فيها دي، فاحنا بنحاول ان احنا نوفر قد ما نقدر، وبرضه ان احنا ما نحرمش نفسينا. بس قلبتهم كده تقليب حلو مع بعض. هسيبها بقى لحد لما يستووا كده ايه، وياخدوا من طعم بعض. هنا كانت خلاص دخلت على السوا شوية، هبتدي بقى انزل الفلفل بتاعي. ولو عندك فلفل الوان حطي، بيبقى بيخلي شكل اللحمه حلو جدا. والاطفال كمان بتحب الحاجه اللي هي ايه الملونه اللي بتزغلل العين دي. حطيت بقى مرقه فوريه، انا عندي المرقه البودر دي تحفه ما بستغناش عنها في المطبخ. وحطيت ملح ورشه كده من القرفه، وقلبتهم تقلبتين حلوين، وسبتهم بقى ايه
يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تستوي بقى براحتها. هنا بقى كنت جايب كيلو من الكوسه الصغيره المتوسطه الحلوه دي، غسلتها غسله حلوه، وهبتدي بقى ان انا اقورها. طب التقوير هرميه؟ لا، ما ترموهوش. التقوير ليه كذا طريقه ممكن نستخدمها بيه بدل ما يترمي. حرام نرمي ليه؟ كده كده هيتاكل. بس ايه بقى الحاجات اللي احنا بنعملها بندمر بيها اطفالنا بايدينا، احنا ما بنبقاش حاسين، او احنا مثلا اتربينا على كده، فدي لا، هنحاول على قد ما نقدر ان احنا السب والشتيمة، ان كل شوية تشتمي في الطفل او تسب فيه غلط جدا وبيتضايق، او مش هيقدر يقولك بس من جواه بيتضايق طبعا من الطريقة دي، مش حلوة جدا. فدايما وانت قاعدة امدحي فيه، انت جميل، انت شطور، انت عسولة، انت مؤدبة. الكلام ده كله بيفرق في نفسيتهم جدا. لما تقعدي تصوتي في وشهم، الصراخ في الوجه ده حاجة بشعة جدا. يعني نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نصوتش في وشهم او نزعق في وشهم كده. الولاد بيتخضوا. واي حاجة، حتى لو انت مثلا بتحركي ايدك كده وبتيجي تعمليها مثلا كحركة كده، العيل تلاقيه خاف كده وكشف نفسه. عدم الاستماع لهم، يعني لما يقعد يتكلم معاكي وانتي مش مركزة معاه، مش مدياله اهتمام، دي برضو حاجة من الحاجات اللي بتدمر شخصية الطفل. لا، فرغي نفسك كده 5 دقايق، ربع ساعة في اليوم، واقعدي اسمعيه، خليه يحكي كل اللي هو عايزه، وبصيله في عينيه عشان يحس ان انتي مهتمية بالكلام اللي هو بيقوله ومهتمية بيه كمان. الضرب بلاش، الضرب نحاول نعاقب من غير ضرب. الحاجة اللي هيعملوها غلط فهميه الحاجة دي غلط وانا هعاقبك عليها المرة دي، يا اما تسامحيه المرة دي وتقوليله يا ريت الحاجة دي ما تتكررش تاني. والاستهزاء بيه بقى، انك تعمليه وحش مثلا قدام الناس او تستهزئي بيه، كل الحاجات دي حاجات سلبية، فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبعد عنها، وان احنا نعمل الايجابيات والحاجات اللي تطلع اطفالنا اطفال سوية ونفسيتهم كويسة. واحنا بنعمل اللي علينا وكله على ربنا. التربية دي من عند ربنا، ودايما ندعي لهم بصلاح الحال وبالهداية، وربنا يهديهم جميعا ويصلح حالهم يا رب، اللهم امين. هنا بقى كنت جايبة كمان كيلو من البطاطس الصغيرة، قشرتها وغسلتها حلو جدا، وقورت التقوير بتاعها برضو، مش هنرميه هنستخدمه. جبت بقى الطاسة وقلت اديها تحميرة كده حلوة عشان يبقى شكلها كمان حلو في التقديم وفي الصينية. بس حمرتها بقى، هبتدي انزل بقى بالتقوير بتاع البطاطس، مش عارفة التحمير. بصوا بقى، انا عملت غلطة بصراحة هنا، فانا مش عايزاكم تغلطوا غلطتي. التحمير هنا انقعوه في شوية خل وشوية مية وشوية ملح، وبعد كده تحطيه في مصفى يتصفى خالص، وبعدين حمريه. انا بقى عملته حمرته على طول فبقى ماسك معايا. فيلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الانسان طول ما هو عايش طبعا وبيتعلم، ومش عيب ان احنا نتعلم، فانا قلت اقول لكم المعلومة دي عشان ما تغلطوش غلطتي. بس هنا بقى حطيت شوية كده من الملح وشوية من الفلفل ومعلقتين كده من اللحمة المفرومة، وقلبتهم حلو قوي مع بعض، وفرشتهم في الصينية من تحت، بيبقى طعمها تحفة. هحشي بقى البطاطس كده لحمة مفرومة، وابتدي بقى ان انا ارصها في الصينية. اصل حرام هنرمي التقوير ليه؟ فاحنا نستخدمه وناكله، بيبقى طعمه حلو قوي. وبعد البطاطس ما بيستوي بيبقى عامل زي الصوص كده، في منتهى الجمال، مع بقى اللحمة المفرومة معاه بيديه تطعيمة احلى واحلى. بس على طول كده، ما خدتش وقت، خلصت بقى البطاطس. هجيب بقى الصينية بتاعة الكوسة. عايزه اقول لكم ان انا ما بحبش الكوسه بصراحه في المحشي، بس بحبها قوي محشيه لحمه مفرومه، بيبقى طعمها خطير. حمرت برضو تقوير الكوسه، شوحته شويه كده في شويه زيت، وحطيت عليه معلقتين كده من اللحمه المفرومه وشويه ملح وشويه فلفل، قلبتهم حلو قوي. وابتديت بقى ان انا فرشتهم في الصينيه كده. انا كنت الاول بقلب بايدي، بس لقيت الخلطه سخنه، فرحت قلبت بالمعلقه. بس هبتدي بقى ان انا احشي كده الكوسه، وارصها بقى في الصينيه كده جنب بعض عشان تستوي وتبقى كلها، يعني يبقى شكلها كمان حلو. لو انت هتقدمي بالصينيه يبقى شكلها حلو، هتقدمي من غير الصينيه برضو تبقى مرصوصه كده، عشان ما تاخدش مكان كتير في الصينيه.
بس على طول على طول كده وخلصت الاكل وما خدش معايا وقت ولا مجهود خالص. بحس ان الاكله دي سهله، ما بتاخدش وقت وبحبها جدا، يعني حلوه جدا. ما شاء الله اللهم بارك. نص كيلو لحمه المفرومه عمل لي كيلو من البطاطس وكيلو من الكوسه، وعملت كمان صينيه بشاميل، صينيه حلوه كده محترمه بنت ناس، هتشوفوها دلوقتي. واتبقى كمان معايا شويه كده من اللحمه المفرومه. بس هنا بقى خلصت، هبتدي بقى انزل الصلصه عليهم كده، بس خلي الصلصة خفيفة شوية عشان لما تدخل الفرن تبدأ ان هي ايه تستوي معاكي. عملت الصلصة دي ازاي؟ جبت فصين من الثوم حلوين كده، شوحتهم، نزلت معاهم ببصلاية مفرومة، شوحتهم تشويح حلو، ونزلت بقى بالصلصة بتاعتي. خدت غلوتين 3 كده، حيقتها ملح وفلفل اسود وطفيت عليها، وبعد كده حطيت بقى ايه على البطاطس وعلى الكوسة عشان تستوي معايا. طبعا هنا انا كنت صورت وانا بعمل البشاميل، بس بصراحة الفيديو اتمسح، يلا مش مشكلة. عملت البشاميل ازاي؟ انا بحط 3 مكعبات كده من الزبدة على شوية كده من الزيت محترمين، وحطيت 5 معالق من الدقيق، حمرتهم حلو قوي في السمن. اهم حاجة المواد الدهنية تبقى قد الدقيق. حمرتهم حلو قوي، نزلت بكوبايتين من اللبن وكوبايتين من مية سلق المكرونة، وبعدين حطيت مكعب من المرقة وشوية فلفل اسمر كده صغيرين، وفضلت اقلب لحد ما القوام بتاعي بقى كريمي وحلو، ولا سايل ولا اللي هو ماسك قوي، يبقى كريمي كده وحلو. بس هو ده البشاميل. خدت بقى كمية من المكرونة، حطيت عليها بشاميل وقلبته، حطيت في الصينية من تحت بشاميل، وحطيت رق من المكرونة، وبعدين حطيت اللحمة المفرومة ومن عليهم بشاميل زي ما انا ما بعمل كده دلوقتي. بس نزلت بقى بباقي كمية المكرونة، وهرص الصينية حلوة قوي، هظبطها علشان ما يبقاش فيه مكرونة طالعة كده وتتحرق مني. ما شاء الله اللهم بارك. شفت نص اللحمة المفرومة عمل لي ايه. ودايما واحنا بنعمل اكلنا او واقفين نعمل اي حاجة نسمي الله، التسمية والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيدي بركة كده للاكل، وبتخلصي وبتنجزي وقتك. بس هنا بقى كنت خلصت خلاص، هنزل بقى بكمية البشاميل على وش الصينية من فوق. ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم البشاميل طعمه حلو قوي، انا بحب اكله كده بصراحه. هسوي بقى الصينيه كده، ولو في حاجه همسحها عشان ما تتحرقش مني وهي في الفرن. غطيت كل المكرونه بكميه البشاميل. بس كده هشيل بقى الحاجه اللي انا عملت فيها. وانا واقفه شغاله كنت بغسل ورايا اللي بيفضى اول باول عشان ما يبقاش عندي مواعين كتير. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك، البطاطس خرجت والكوسه كمان، شكلهم يفتح النفس. بصوا بقى البطاطس، وحطيت الصوص بتاعها التقوير طعمه حلو قوي، كمان المكرونه ما شاء الله اللهم بارك، والكوسه معايا القمر عشقي. وعملت بقى كده شويه لسان عصفور، وده كان غدانا النهارده، والحمد لله، وربنا يحفظها وربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين. هنا كانت كلمة عمالة مش عارفة تقول تسلم ايديكي، فاخدت وقت شوية عقبال ما صلحت لها وقالت تسلم ايديكي. بس هنا بقى كنت بقطع البشاميل كده عشان احط في الاطباق، جوسي خالص وطرية وطعمها بصراحة تحفة بجد، تسلم ايديا والله. عايزاكم بقى تقولي لي ايه رأيكم في فيديو النهاردة، وتكتبوا لي تحت في التعليقات. بصوا بقى المكرونة ما شاء الله اللهم بارك، جوسي خالص وسايلة وطعمها بصراحة تحفة قوي. حلوة حلوة. الفاضية معلش ده واحدة تاني. حلوة يا جودي. عجبتك يعني. دوقي بقى الكوسة كده. ماشي. حلوة.
بس هنا بقى كلوا عجبهم الاكل جدا، مع اني ما كنت بعمله كانوا مستغربين ازاي هتبقى لحمه مفرومه هيبقى طعمها حلو. الحمد لله عجبهم الاكل، بس جودي ما عجبتهاش الكوسه، حبت البطاطس اكتر، فيلا بالهنا والشفا. هنا بقى كنا خلصنا اكل خلاص، قلت بقى الم السفره كده وابتدي ادخل المواعين على المطبخ. جبت بقى شويه كده من الصابون والسلكه، وقلت يعني مسحه كده بالصابونه عشان مكان لسان عصفور وكده ما تبقاش السفره مدهننه. مسحتها بقى وسبت جودي تكمل تلمع السفره كده وتعدل المفارش وترجع الكراسي مكانها. في مره كده مرتين في الشهر دلعيهم، اعملي لهم اكله حلوه هم بيحبوها، هتفرق كتير في نفسيتهم. وكمان حاجه حلوه، احنا من ساعه ما الحاجه غليت فبصراحه الواحد على قد ما بيقدر بيحاول ان هو يمشي الدنيا علشان خاطر يقدر يكمل الشهر. بس هنا بقى كنت شطبت المواعين والمطبخ عندي نضيف وزي الفل، بوتاجاز نضيف، سبت بقى المواعين لحد ما تتصفى، قلت اشيلها مكانها. احلى حاجه بعد الغدا على طول تقومي تصبين المواعين بتاعتك، ما تسيبيش المواعين متراكمه عشان ما تتراكمش عليكي. بس خلصنا بقى وعملتهم الطبق الجميل ده، حطيت مانجا وتين وبطيخ، وده كان يومي النهارده. يا رب يكون عجبكم، اشوفكم على خير واسيبكم على خير، بحبكم، باي باي.